احمد انا كسرت شقه. انت خدت الفوكس عندك، حاسب هتقع. اما اشرب صوبيا. دي مش صوبيا، دي مش صوبيا. عارف التeflon؟ هو ايه التفل؟ يا اسطى التeflon ده ماده كده بتخشن بيها الحاجه وانت بتربطها. يا هوبا. ايه يا ايه برو، الاخبار؟ عامل ايه؟ الاوضاع؟ كله زي الفل. السلام عليكم يا جدعان، معاكم احمد سعيد محمود ومهاب محسن. فيديو جديد. احكي لي تجربتك مع الافراح. انا بخاف فشخ من الافراح. بص احنا عندنا طباع واخدينها احنا كبشر من الحيوانات، لان برضو خلي بالك البشر هم حيوانات، والله ما بهزر. ايوه. الحيوانات بشكل ما بيحتفلوا بان في مثلا كلب هيتجوز كلبه. انا مش قصدي اقسم وفي 4 بحاجة. بيتفرجوا. بالظبط. ايوه. فهي حاجه شبه كده، بس لابسه بدله، فاهم؟ فهحاول احرك عين واحده بس، ماشي؟ بجد؟ طب الشباب الحلوه اللي اشتروا تيكيتات حفله عمرو دياب، فرونت رو 7500 جنيه، فان بيت 2550، ريجولار اللي هو بتاع الشعب ب 1100، رويال رويال دي بتاعت العائلات الملكيه. في ذا لاونج ب 175,000، اليت بمليون جنيه. انت عارف اليتس زي ابستين والناس دي، اقسم بالله دول الاليتس. يعني دول اللي هيروحوا يدفعوا مليون جنيه؟ يعني وهيجيبوا عيال صغيره معاهم وهم رايحين. ده اقل برايس ب 1100 يعني متناول الايد. هي ال 1000 جنيه دي بقى ليها وزن دلوقتي يا احمد. ايوه هدفع 1000 جنيه اشوفه من بعيد خالص، عامل كده اهو. تجيب معاك البتاع دي يا عمرو دياب يا. على الاقل اقول لك حاجه، في جنبك 100,000 واحد مثلا عاملين كده وحد يفتح ستوري يعمل ال 25 اكس. ويبقى عمرو دياب بيكسل. بعدين بقى ايه يعني، انت كل ما تزود في فلوس كل ما تطلع خطوه قدام، فاهم؟ لحد مليون جنيه دي بتقعد على حجره. يعني انت بتدفع مليون جنيه وتبقى هو بيغني وهو شالك، مش مفنسك هو تملي معاك وشك هنا، فاهم؟ تملي معاك ولو حتى. طب اللي ب 175 دي اللاونج دي اللي يعني بنقعد عنده في البيت ولا؟ انا هوريك اللي ابو 1000 جنيه يجيبوا لهم مين. والله ما كان هو مين اللي بيغني يا اسطى بجد؟ يا اسطى انت بجد بتتريقوا على اللي دافعين 1000 جنيه؟ انت شفت البؤس؟ يخرب بيت الفوق. انت بقيت في زمن انا حاسس ان احنا بقينا في زمن ياض بجد. والله العظيم هو ده زمن الواحد بقى انا حتى لابس بوكسر اللي هو ده نوع بوكسر هتلاقيه على ويب سايت اسمه انت هتدفع مليون جنيه دي وهيقول لك اتفضل، واحد هيقول لك اتفضل، هتلاقي نفسك ماشي داخل على عمرو دياب شخصيا يقول لك حبيبي تملي معاك، يقوم واخدك كده رافعك من رجليك من تحت. بص من هنا هيدخل ايديه هنا كده، يقوم رافعك كده اهو، حطك كده، فرجلك هتكون حوالين وسطه، اوكي، وراسك هنا، ولا مؤاخذه يعني وايديه هنا وقعد يعمل كده اهو، يطبطب عليك ويقوم واخدك طالع بيك بره. بس اكيد واحد بس يدفع مليون جنيه، صح ولا ايه؟ صح يا اسطى، ده استثمار. ده ممكن بدل ما اروح حفله عمرو دياب ممكن اروح اجيب عربيه يعني. والله مثلاً. ايوه ممكن اروح اجيب شقه ملك مثلا. لا تدفع مقدم. هزود عليها 250,000 واخد حاجه في حدائق اكتوبر. مش ده الكونسيبت بتاع ابوك اللي كان ممكن يشتري ارض وراح؟ بالظبط احنا فيه دلوقتي. ايوه ايه ده؟ احنا انا يا ابويا انت ما اشتريتليش شقه ليه؟ رحت حفله عمرو دياب بمليون جنيه وعملنا عربيه فول ودخل بيت. قالت لي عايزه ميه، جبت لها ميه من كتر عليا، لقيتها بصليه بتقول لي العبط ده نجوميه. ده كان حالف انه مش هيجي الخطوبه. طب ايه فقلبها فرح يعني ولا ايه؟ مش الابهات دول كاطفال احباب الله، وتلاقيه جاي يعني. ما حسيتش الحاجات دي قبل كده، بس تمام يعني معاك. انا مش قصدي حاجه والله. لا عادي يا عم، مش قصدي حاجه مهاب. بس لسه عامل دروس يلا، لسه حاشي عصب والله، عايش في زريبه انا. مش عارف، عمال اخرج من حاجه اخش في حاجه. الحقونا يا جدعان. هقول لك حاجه، اي حد مننا والله من منطقه شعبيه عنده صاحب كده. انا يا اسطى اكيد وانت اكيد ليك واحد صاحبك كده من المنطقه الشعبيه بيرقص كده في الافراح. ده في واحد بيبقى فشيخ، وخلي بالك ده عور ده. ايوه بالظبط، ما هو ده عريس الجنه واسمه تايسون وبيموت قبل ال 30. لا وهو بطل وسندال وعالم في منطقته، بس هو بيرقص كده عادي، عنده كونفيدنت رهيب. أيوة. ما تفهمش وتلاقي مثلا بيبوس صاحبه من بقه. ده اخويا يا عم. اخويا. انا عندي كوليكشن يا ده اخويا يا عم. واحد بيبوس ابوه برضه. ابويا يا عم. ما تخلي حد يبوسنا بعض بالاي اي. اقفل الشاشه. بص دايما بيرجو بيبقى قد كده وانا قد كده وبعتدي عليه. طب معلش يا اسطى، ايه الصوره اللي تحت؟ ده فرح ام جاسر. بجد؟ ودي ام جاسر؟ ده جوزها. ثانيه، فرح ام جاسر ايه؟ اسمها ام جاسر.
ما دي ام جاسر ده جوزها. ده ابو جاسر؟ ده لا ده زوج ده ابو، ده جوز ام جاسر. يعني هي طلقت الاولاني، طلقوا هم. وده واحد جديد. طب ولو نزلت عيل تاني هتبقى اسمها ام كذا كذا؟ نزلت قصدي يعني في ده. الدياج. انا بحسب راجل نزل يا نهار ابيض. ما بص وراه بسم الله ما شاء الله، الراجل ده فيه طاقه. يعني انا لما بنزل النزله دي انت عارف يعني بطلع بالنص الفوقاني بس بلاقي التحتاني لسه قاعد على الارض. والله يا اسطى في طاقه عني ما شاء الله. ربنا يديك طول الصحه وطول ايه كتر والله العظيم اخوك الكبير يا عم. حبيبي يا اسطى، ابويا يا عم. ايه ده؟ عاملني كاوبجكت. اخيرا اتجوز وما عادش ناقصني حاجه، محدش له كلمه عليا ولا حد. دي الاحراج ده اللي هو لما حد بيقول لي عقبالك بتخيل الحاجات دي. برجع والله بجد انت مستحيل تعمل حاجه زي دي طبعا، صح؟ لا مستحيل، ده الكاميرا مان كان داخل فين؟ انا مش عايز اسيب اي احتماليه ان الكاميرا مان يصور جزء ما خاص ليك انت. والله. بس برضه هترجع في الاخر تقول ايه يا عم هو بيتبسط يا عم. ترضى حد يدلع مراتي؟ لا امال. تامر حسني اتنكر كانه مصور داخل الفرح وسطنا وعمل مفاجاه للعرسان، العروس عارفه. في حد بيصور كده يا اسطى؟ ما هو بقى عشان هي بقى تستغرب تقول ايه ده، هو ايه اللي ايه ده تامر حسني؟ اه بص هي بتعمل صم نيل. الحق حط ايدي عليه، هنا كلام ست خد. طب وجوزك اللي واقف ده معلش قصدك ايه يعني؟ يعني ايه تلمسيه؟ يعني ايه؟ وعشان تامر حسني تلمسيه عادي يعني؟ طب وهي اصلا يعني هي صوتت، هي عماله تبص للناس. ايوه هي ما شافتوش وهو بيقلع الكمام. بس طب ايه ده؟ هي مدياله كيو. عارف ده ايه؟ ده ايه ده يا اسطى استغفر الله العظيم يا رب، اجيبها ازاي؟ نفاق؟ لا اصبر ليها اسم. كليك بيت. لا ماما علي الجديد. لا انا ماليش دعوه. وانا قايل لك مش لا ما قايل لك تلبسيش عايزين دعوه كده. صح؟ ده انا فاهم. بسبب البدله؟ انا فاكر بسبب فستان. لا انت عملت لايك. شيل. خناقه كبيره بين العريس والعروسه يوم فرحهم بسبب البدله. بدله العروسه. صح ولا ايه؟ ايه ده يا عم، دي بتتجوز من الصبح. جالنا طرد يا جماعه، ما اعرفش اقسم بالله جاي منين يا اسطى القرف ده يا اسطى. فعلا ازاي تقبل على نفسها حاجه زي دي؟ لا يعني الراجل بيقول لك لما تبقى من الصعيد، وتحضر فرح في ايجيبت وتشوف رقصهم. طب هو كتب ايجيبت ازاي؟ ما هو مش الصعيد بقى ما يعرفوش الحاجات دي كلها. المشكله ان الفرح خلاص. ده عادي في قاعه اللوتس، يعني ده مش ايجيبت. لو ده بالنسبه لك ايجيبت فانت عندك مشكله. ما هو بقى عشان هو معلش لازم نوضح شويه حاجات. الراجل مبدئيا الصعيدي اصل الرجوله يا جدعان، وهو اصل الرجوله والمصري وكل حاجه، كل حاجه اصول. منهم بقى اللي بيطلع يمسك موبايل ويعمل حاجه زي دي اهو لما تبقى من الصعيد وتحضر فرح في ايجيبت. لا انت كان مش من الصعيد، انت بتشوف انت ناقص. ده شغل ناقص ماشي. لان معلش يعني ايه انت ما تعرفش حاجه؟ طب انت معاك موبايل ازاي طالما انت بقى ما تعرفش ان في الحاجات دي؟ عامه احنا من الاقصر العواميه يا اخواتي. اصل الصعايده برضه حبيبي اخويا، الصعايده بتحب بعض على فكره. هو يعني ايه؟ ربنا انا فاكر ان ده بادي كارينا اقسم بالله. انا كنا بترفع ايدها بخاف. انا مش فاهم برضه. هو مين العريس طيب؟ العريس بيرقص. لا عايز اتكلم معاه افهمه يعني ايه. افهمه غلط. حبيبي هنقطع. واحد بيقول وين الاشياء، يعني ايه مش فاهم. يعني ايه وين الاشياء دي؟ تقريبا قصده يعني الحاجات إيه؟ اللي بتبقى ورا، اللي هي انهي الحاجات اللي بتبقى ورا فين؟ اللي هي اللي بتبقى اللي ما انا مكسوف اقسم بالله مكسوف. مهاب دي العروسه. العرس ازاي يعني؟ لا دي تعالى. راس بلدي معرفش. دي بتعمل مساج للشعر بس عادي. هو انت بتعمل كده في كل الضيوف؟ ايه يا اسطى الاحساس الجامد قوي ده؟
ده عيالها ولا ده ايه؟ انا مش عارف بس هو ثانيه معلش في واد بيتعذب ورا، معلش ارجع كده. بيعمل ايه؟ واحد بيتعذب والله العظيم، في طفل بيتعذب، ارجع ماشي. احنا هو بنتفرج عادي، في واحد بيتعذب. نزلني. بص اصلا واحد عارف الاندرتيكر لما يمسك واحد يرفعه ما كده. بقاش عاجبه الكلام ده. عريس الجنة وهو صغير. ايه ده جاب منين المكنه دي؟ هو بيعمل ايه؟ بيفحط. بيطوف. كل البنات هتزغرط مع بعض زموته واحده وانا هزغرط زموته واحده. ايه؟ ايه؟ اختبار رجوله. 1 2 3. حد يعدني. يلا 1 ايه انا مش يعني عايز اقول للعروسه روحي. وده فيديو يعني للتوضيح. يعني زي قول لي اكس كده يعني لو عايز تعاين. يعني تعالى. دي دكتوره يا اسطى في مستشفى دهب. ده فيها مستشفيات. بحسهم بيتعالجوا بالطبيعه. انا بحسب ان فيها كلاب بس. مثلا او مثلا بيحطوا هيدرو على الجرح ويطرطروا عليه حاجه زي كده. ويعملوا يوجا. بقول لك ايه، انت عارف ان زمان كانوا بيطرطروا على الجروح بجد؟ بس بص زمان ايام الفايكنجز والحاجات دي اللي هي العصور دي، كان مصدقين ان انت لو متعور جرح كبير فشخ اللي هو مثلا سيف او حاجه بيطرطروا على الجرح. طب ليه؟ مين اللي قال؟ واحد جه مثلا عنده جرح الحقنا يا دكتور. الحق ايه الدفى ده يا دكتور؟ يا دكتور سوري معلش ما نسيت اقفل السوس ده. جميله أنا مبسوط بالحلقه دي. انا والله ومبسوط بالضيف القمر ده. ربنا يخليك. مهاب شادي من اعز اصحابي يا جدعان اقسم بالله. احنا اقدم صحاب في الشله كلها. احنا الشله. احنا ابتدت من عندنا النتورك كيونت. الماتريكس هنا اسمها ايه؟ التسويق الشبكي ابتدى من تسويق عندنا. الشبكه جبنا، هو جاب نجم وانا جبت وهبه. انا جبت واحد فوقيه وهو جاب واحد تحتيه. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام يا احمد سعيد. سلام بجد اتبسطت جدا. وانا كمان والله. كده انا هظبطها بقى. اخويا يا عم. اخويا